السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم خبز البريوش اولا البريوش الفرنسي. كيجي رائع البنات، خفيف خفيف وبمكونات جد بسيطه. غادي نوجدوا هذا الخير تبارك الله. كما كتشوفوا كيجي البريوش طالع، كيجي ناجح البنات، مورق من الداخل وخفيف خفيف حريشه ما تشبعوش منه. كيجي رائع، كيتقدموه كما قلت لكم في الفطور اولا الكوتي. فراه اكثر من رائع الصراحه، بنين بزاف بزاف. وكما قلت لكم مكونات جد بسيطه، واللي المهم هي الطريقه. فتبعوا معايا ان شاء الله الفيديو حتى الاخير ونتمنى ينال اعجابكم. فاذا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيو مع ناسكم وحبابكم باش تعم فائده. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا قناتي لاول مره نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما نزيدش نطول عليكم، نخليكم على المكونات وطريقه التحضير. في اول مرحله غادي نحتاجو 150 ملي من الحليب ما يعادل كاس الا ربع. عندي 5 غرام من الخميره الفوريه تقريبا واحد المعلقه صغيره. عندي 2 ملاعق من السكر حبيبات ما يعادل 30 غرام. وعندي ملعقه من الدقيق ما يعادل 30 غرام. وعندي واحد الملعقه من العسل. هنا كيما شفتوا البنات غادي نخلطهم مزيان مزيان وغادي نغطيهم بلاستيك غذائي ونخليهم يتفاعلوا لمده ديال 10 دقائق. دابا البنات راه الجو سخون، راه دغيا دغيا كيتفاعلوا. هنايا خديت البنات 550 غرام من الدقيق الابيض. ضفت ليه شويه ديال الملح، نكهه الفانيلا، وغادي نضيف ليه 3 الحبات ديال البيض بحجم متوسط. وهنايا غادي نضيف الخليط كما شفتوا بعد ما كتفعل ديك الخميره كتولي على هذا الشكل هذا صافي. وغادي نجمع العجين ديالي هكا بيدي. ممكن تستعملوا العجانه الى عندكم العجانه. فالصراحه راه كتخصموا غير باليد، راه ساهل ساهل في الخدمه ديالو. صافي هنا كيما شفتوا غادي نجمع العجين، غير نجمعو ما ندلكو ما والو. كيكون في الاول قاصح شويه، نتوما غادي تشوفوا معايا. الكرام بعد ملي غادي نضيفوا ليه الزبده غادي تطلق على هذا الشكل هذا. دابا هنايا عندي 125 غرام ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ. كنبدا نضيفها هكايا على 3 ديال المرات. ضفت طريف في الاول، غادي نخدمو مزيان مزيان حتى كنحس بيه راه دخل في العجينه. عاد غادي نضيف الطرف الثاني. انا قسمتها على 3 باش هكايا نضيفها كما قلت لكم على 3 ديال الدفعات. انا ضفت الطرف الثاني غير كيدخل هكا في العجينه، وغادي نضيف الطرف الثالث. صافي هنايا البنات بعد ما دخلت الزبده في العجينه غادي نجمعها مزيان مزيان حتى كما هكا ما كتبقاش كاع حس ديال الزبده، ما كيبقاش باين. صافي غادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها تختمر. انا اختارت ليها البنات ساعه لانه الجو سخون ما شاء الله. راه دغيا دغيا كتخمر كما شفتوا البنات هكا كيضاعف الحجم ديالها على 3 ديال المرات. وغادي نديكازيها بهذا الشكل هذا. كنحيدو من هذاك الهواء. شوفوا البنات ما دلكتها ما والو، راه هكاك كيف ساليتها بالزبده وغطيتها صافي. وخليتها تختمر. هنايا رشيت سطح العمل بشويه ديال الدقيق. كنحط العجين ديالي وغادي نقسمو على 6. البنات انا المول اللي عندي راه كبير ما شاء الله، راه ديال 2 كيلو. فانتم الا عندكم مول صغير يعني قسموا عملوا به هذا العجين راه يخرج لكم 2 تاع لي بريوش. فانا بما انه عندي المول كبير بزاف بزاف لهذا عملته كامل في مول واحد. صافي هنايا كنشكلهم كرات بهذا الشكل هذا وكنحطهم على جنب مباشره. بعد ما كنساليهم بالتشكيل غادي ندوزو باش نورقوا هاد البريوش ديالنا. هاد العمليه البنات اللي غادي نديرو دابا راها ضروريه، هي اللي كتخلي لنا البريوش كيجي هكاك داير الخيوطه من الداخل وكيجي مورق. صافي كما شفتوا البنات كناخذ كره ديال البريوش
كنرشها بشويه ديال الدقيق وغادي نسرحها بالدلاك بهذا الشكل هذا، غير في الطول البنات، ما نسرحوش العرض، غير الطول بهذا الشكل هذا. قد ما سرحتوها وسميتو قد ما غادي يجيكم مورق بهذا الشكل هذا. صافي هنايا كنبدا البنات نلوي هاد العجينه عندي بهذه الطريقه هذه، ما كنزيروش بزاف يعني غير كنلوي هكايا يدي مطلوقه صافي، وكنجمعها في الاخير كنخليهم على جنب حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله ديال الكرات. غادي ندير ليهم نفس الطريقه، كنحربلهم هكا واحد شويه وكنسرحهم بالتلاك وكنلويوهم ونخليهم على جنب. صافي هنا البنات كناخذ المول اللي غادي نعمل فيه البريوش. كما كتشوفوا راه كبير بزاف، هذاك قلت لكم راه ديال 2 كيلو. هنايا كنبدا نستف هذوك لي بوضه اللي صاوبنا. ماشي ضروري دهنوا المول، فانا ما دهنتوش البنات لانه البريوش فيه الزبده وهذا المول هذا اصلا ما كيلصقش. صافي كما كتشوفوا كنقادهم هكايا وحده على وحده صافي، وغادي نغطيهم بالسلوفان اولا بديك الغلاقه ديال هذا المول. انا صراحه ما لقيتهاش، ما عرفتش فين فين مشات الغلاقه ديالو. المهم غطيتها غير بالسلوفان وكنخليها تختمر. في هذه المرحله هذه ما خداتش ليا بزاف ديال الوقت، خدات لي تقريبا 35 دقيقه. كانت عندي خامره لانه كما قلت لكم الجو سخون ما شاء الله، فراه دغيا كتفاعل الخميره. صافي البنات كتوصل ليا لهذا القياس هذا، يعني حتى كتفوت شويه داك المول بهذه الطريقه هذه. صافي هنايا البنات غادي ناخذ واحد سميتو هنايا عندي صفار بيضاء مع شويه ديال الحليب وشويه ديال الفاني. خلطتهم مزيان وصفيتهم ودرتهم في هذه البخاخه هذه، وكنرش ليها الوجه ديالها مزيان بالبيض بهذا الشكل هذا. هاد العمليه كتجي ساهله البنات، احسن ما دهنوا هكايا بالشتاء يقدر البريوش يهبط. فهكا ما كنقيسوش البريوش ديالنا فما كيهبطش نهائيا، يعني هكا بديك الرشاشه. صافي وكندخلوها البنات الفران، كنطيبوه بحال ما نطيبوا الكيك العادي. انا دخلته على 180 درجه، الفران شاعل غير من التحت. تقريبا البنات خدا ليا 45 دقيقه حتى ل 50. محتاجيش نشعل عليه من الفوق لانه تحمر غير وحديته، ما شعلتش عليه من الفوق. صافي البنات بعد ما خرجته هو مازال سخون، دهنت ليه الوجه ديالو واحد شويه ديال الزبده هكا، غير واحد المسيحه خفيفه كتعطي هذيك لابغيونس، وكيبقى رطيطب البريوش ديالنا. صافي كما شفتوا هنايا. فانا هنايا البنات راه مازال شويه سخون، كنديمو ليه وكنخليه يبرد بهذه الطريقه هذه. كنوقفوش، كنخليه هكا متكي حتى كيبرد مزيان هكايا. ما كيهبطش لينا، يعني الا وقفتو راه يقدر يهبط، فهكا باش كنتفاداو انه يهبط كنخليه يبرد بهذا الشكل هذا. وضروري ما تقطعوه البنات حتى يكون بارد. شوفوا معايا البنات، صافي هنا بعد ما برد بحال كنوقفو كما شفتوا البنات. كما قلت لكم انا خليته تقريبا لمده ديال 4 ساعات، فراه كان بارد عاد قطعته. وهو الا خليتوه بات ليله كامله كان احسن الصراحه، وقد ما برد قد ما كيولي غزال في التقطيعه وما كيتخسرش لكم في التقطيع. صافي هنا البنات انا حليته معكم الداخل باش تشوفوا كيفاش كيجي مورق ورائع. واحد الريحه فيه ما شاء الله بنين بزاف. فنتمنى البنات تجربوه ومتاكده غادي ينال اعجابكم. وما تنساوش البنات الى عجبكم فيديو بارطاجيو مع ناسكم وحبايبكم باش تعمل فائده ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا قناتي لاول مره نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.
ونتلاقاو في وصفات جديدة إن شاء الله. السلام عليكم.